السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ادعيلي دعوة حلوة من قلبك، انزل اكتب لي كومنت شجعني ويدعمني ويحفزني وخليني نعمل فيديوهات اكتر واكتر في المشمش. طبعا انا اكبر بق في العالم، اكبر بق يتكلم وخلاص. اقول هعمل فيديوهات كتير، مش فاضي، مش عارف اعمل فيديوهات كتير. كل شوية انشغل بموضوع ينسيني الدنيا كلها. المهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الام. كل سنة وكل أمهات مصر طيبة. تاني حاجة بمناسبة رمضان. المهم النهاردة جايب لكم عرض حلو، والصراحة قاعد بقلب كده لقيت السلطان أيوب عامل شوية عروض حلوة. بس أما تشتري من الموقع بتاعهم، مش أما تشتري من الابليكيشن ولا تشتري تتصل بالتليفون او الواتس او الكلام ده، لا لازم تشتري من على الموقع بتاعهم. انا طبعا هحط لكم العروض وهحط لكم الارقام في اخر الفيديو لو حد حابب ان هو يجرب. صراحة السلطان أيوب من أقدم الناس عندنا هنا في اسكندرية، اللي فتح عندنا بالأكل السوري. كان فاتح في جليم على البحر، دلوقتي فاتح في أماكن كتير وفاتح عندنا في السيوف. فالصراحة أنا قلت إيه، لازم نجرب عرض من العروض الحلوة دي. أنا أكلت من عنده مرتين بس، مرة زمان خالص ومرة من قريب، بس ما كانتش تجربة حلوة. يعني التجربة التانية ما كانتش حلوة، الأولانية كانت حلوة. فتعالوا نجربوا التجربة دي ونعرف هي حلوة ولا مش حلوة ولا نص نص. طبعا هتحسوا بهدوء في الفيديو ده قوي، مش هتسمعوا اي اصوات، لان انا قاعد لوحدي. ويا سلام، قاعد لوحدي سلطن كده، هعمل فيديو بروقان وهاكل بروقان. بس لا الصراحة وانت قاعد لوحدك كده قاعدة مملة، بس يا سلام فصلان. المهم بقى ايه، صلي على النبي ولا بينا ندخل في الفيديو. ومرة اقول لك مش هطول عليك واطول عليك. طبعا كده مقفولين. دي البيانات بتاعتي. وده اسمه عرض دويتو التوفير. هو عبارة عن سندوتش شاورما لحمة، سندوتش شاورما فراخ، ومعاهم بطاطس ومعاهم كولا ب75 جنيه. مش عارف ليه قايم النهارده صاحي من النوم طالبة معايا اكل شاورما. دماغي دي بتطلب بحاجات غريبة. بطاطس، مناديل، سندوتش، سندوتش، فلفل ملح، كاتشب. ترمين الكول قوي وجايبينها في ازازه لوحدها. ليه؟ قصدي في كيسه لوحدها عشان ما تبردش الاكل. المفروض بقى ايه، يبقى مكتوب عليه. طبعا هو متعلم، مش متعلم عليه، يعني مكتوب انواع السندوتشات بتاعتهم بس مش متعلم عليه ده ايه وده ايه. الالمان ده الله. دي مناديل ملناش دعوه بيها. كاتشب هينفع للبطاطس. تعالوا نبدا ايه، نبدا بالبطاطس. الصراحه الباكيت مليان، مليان على عينه. بصوا، مش عارف الرؤية بقى هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. عنده البطاطس، شكلها بطاطس حلوة يعني، لسه طرية. بسم الله. نحط عليها شوية كاتشب كده. ايه يا عم الكيس ده؟ الكيس خلص، لسه فاتحه، لسه ما حطيتش حاجة الكيس خلص. نحط شوية ملح. ده كتير، بحسبه كيس صغير، كيس مليان. تعالوا بقى نقول البطاطس بالكاتشب والملح. بسم الله. الصراحة البطاطس بتاعتهم طازة، حلوة وجميلة ولذيذة ورايقة. بقالي ياما قوي 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 ما شربتش حاجة ساقعة. بسم الله. انت عايش. ندخل على الانهي. هو ده اكبر، ده اكبر من ده. طب تعالى ندخل على الاكبر ده. هو المفروض في ساندوتش ميديوم وساندوتش لارج، فاللارج ده هو اللحمة. تعالوا نفتح. الريحة فظيعة جدا من قبل ما افتح، في الريحة فظيعة. انا الصراحة ما كنتش هصور دلوقتي، يعني قلت اصور كمان شوية بس مش قادر. اوبا. ده شكل الساندوتش، عيش سوري محطوط هنا على الجريل بعد ما خلص. لا لازم نشوفه من جوه. طب يا جدعان عشان البهدله بس نعمل ايه، مش عارف. نجيب طبق، نحط الساندوتش كده على الطبق، متشكرين من الكيسه.
اهم حاجه تحافظ على مكانك بقى، ما تقعدش في الدنيا كده وهي متبهدله عشان ما تسمعش كلمتين ما لهمش لازمه. اوبا، ده سندوتش مش شاورما، دي كفته. سندوتش كفته، او ده اسمه فاهيتا لحم. هتشوفوا، هسيب لكم اسمه وهتشوفوه في العرض اكيد. ده كده شكله في قطعه لحمه وفي مخلل. لا انا ريقي جرب. ادوق وبعدين اقول لكم في ايه. يلا ندوق. بسم الله. الصراحه هو السندوتش ميكس جامد قوي كمان، واقول لكم الدنيا بالظبط. هم حاطين من جوه بصل وخيار مخلل وطماطم واللحمه. لا الصراحه عجبني السندوتش. السندوتش طعمه حلو. العيش بتاعهم مش ناشف. اغلب المطاعم تلاقي العيش كده عمال يعض، لا العيش كميته مش كتير ومش ناشف، طازه، فتحس بطعم الاكل اللي جوه السندوتش وانت بتاكل. السندوتش ده فيه بصل، فطبعا لو انت ما بتحبش البصل يبقى مش هيعجبك السندوتش، لو بتحب البصل هيعجبك السندوتش. تقييمي لهذا السندوتش اللي هو كباب حله، تقييمي ليه 9/10. ندخل على السندوتش التاني. ده بقى المفروض ان هو شاورما فراخ. انا اصلا مش بحب اللحمه من بره ولا شاورما اللحمه، انا احب شاورما الفراخ. هتفتح يا عم، دي اتفتح ازاي؟ ايوه يا رايق يا رايق. تعالوا كده ايه، نديله واحده من النص. هو ليه الاكل لونه محمر ليه كده؟ الله، حاطط جواه بطاطس ليه؟ عشان تتقله ولا ايه؟ طب من هنا في شاورما وفي بطاطس وفي صوص توميه وفي خيار مخلل، بس ليه يحط جوه بطاطس يعني؟ انا عايز افهم، حد يقول لي ليه يحط جوه بطاطس؟ انا هلهلت السندوتش. يلا ندوق. بسم الله. راق قوي يا جدعان، راق قوي 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 قوي. السندوتش كده من جوه طري، الفراخ طعمها حلو، التتبيله جامده جدا، في حاجه طعمها حلو انا مش عارف اوصل لها بصراحه. فهكمل السندوتش عشان انا جعان وبعدين هرجع لكم. ايه رايكم في جو رمضان اللي انا عامله ورا ده، وانوار والوان؟ لسه بقى هنعلق الخيمه الرمضانيه، هنعمل خيمه رمضانيه هنا. لازم نبلع الجريمه دي. 100 كده، احنا 100 وفل فل. فولنا التانك. تعالوا نكمل الفيديو بقى. الصراحه سندوتش شاورما الفراخ ده كيفني قوي، انا اتبسطت بيه. السندوتش طعمه حلو، كميه الفراخ اللي جوه كبيره، الصراحه هي كوجبه شبعتني. الصراحه انا اتبسطت بالعرض ده، عرض جميل قوي. من سندوتش شاورما الفراخ هديله 10/10. انا لما اتبسط من حاجه واتكيف بتعلق معايا، فالسندوتش ده هيبقى السندوتش المفضل بالنسبه لي الفتره اللي جايه دي. بصوا بقى يا جدعان، كلمتين عايز اقولهم. اول حاجه، عايزكم تكتبوا لي تحت افكار فيديوهات نعملها في رمضان. عايزين رمضان ده القناه دي تتغير 180 درجه. ازاي؟ انا مش عارف. الفكره ان انا ببقى فاضي كل يوم بعد الفطور، في رمضان ده هستغله ان انا اعمل فيديوهات كتير، فاكتبوا لي تحت افكار وفيديوهات نعملها في رمضان. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، انا حابب اشكر الناس اللي بتدعمني وبتكتب لي كومنتات حلوه، وعلى راسهم حاتم. حاتم ده بقى يا جدعان مفيش فيديو بيسيبه الا لما يكتب لي عليه تعليق ويحط لي اللايك. الصراحه الراجل بيقدم لي دعم بطريقه جامده جدا، فانا مبسوط منه وبشكره في الفيديو. طبعا في ناس كتير بتدعمني وانا بحط اللايك والقلب ليهم كلهم. بس كده يا جدعان، الفيديو بتاع النهارده خلص، والريفيو بتاع النهارده خلص، والتجربه بتاعت النهارده خلصت. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تحط لايك المتين. خش على الفيس كده، اعمل لي متابعه على الفيس، وهتلاقي تيك توك وهتلاقي كواي وهتلاقي انستجرام، هتلاقي كل حاجه لو نزلت تحت في الديسكريبشن. لايك 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 لايك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. سلام.